السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الموضوع اللي باغي نهضر عليه هو موضوع تيتميز به إلا هذوك الكحلين. بمجرد حنا تنخدمو مع الكحلين تلقاو نعايروهم ونبقاو نستهزئو منهم، ولكن تلقاو شي مرات انهم تيفتخروا بشي حوايج. جيت نقلب وجيت نسول نسولهم ونبحث ونقرا، ولقيت بانهم يتمتعون بواحد العامل اللي ما كاينش في العالم، وهو انهم يتمتعون بيولوجيا بنسبة الخصوبة عالميا. يعني في العالم ما كاين شي دولة او شي بشر يتمتع بنسبة الخصوبة اللي تتمتعوا بها. جيت نشوف بان الظروف اللي تعيشوا فيها في البلدان ديالهم بالقساوة ديال الظروف ديالهم، يعني الشمس بزاف وجفاف بزاف، الى درجة انهم تنقولوا بان زايدة فيهم ضلع. اذا ربما هاد الضلعة بعد التحليل والنقاش والدراسة وسولناهم تتبين بانهم تيتزوجوا، يعني تيتزوجوا بزاف وتيولدوا بزاف، والعيالات ديالهم جنسيا تيفتخروا بانهم سخانات بزاف. والرجال تنعرفوهم بانهم تهما سخان بزاف. احنا سولناهم وحنا بالضحك، يعني بعد الدراسة والتحميص ولقينا هادشي بانه فري يعني معقول وصح. اذا نسبة الخصوبة عندهم مرتفعة كثيرة نتيجة هاد العوامل اللي تعيشوا فيها. يعني هذاك الشيء باش ما خصناش، والله سبحانه وتعالى قال ما تحقرش واحد اللي هو احمر او ابيض او كحل او اسمر الا بالتقوى، لان كل جنس تتميز بواحد الصفة. اذا هذا الموضوع ديال اليوم هو هاد الصفة اللي لقيناها عند هاد الناس. هذاك الشيء باش جينا نهضروا معكم على هذا الموضوع، والى الملتقى.